محمد صلاح غالي، مواليد 15 يونيو 1992. بدأ صلاح مشواره مع كرة القدم في نادي المقاولون العرب، ثم اختاروا الكابتن مصطفى يونس لينضم إلى منتخب الشباب لأول مرة، وواصل نجم المقاولون السابق المشوار مع المنتخب ليساهم في صعوده إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب الماضية، ومن ثم الصعود إلى كأس العالم للشباب، حيث خطف أنظار الجميع في كأس العالم. وانتقل صلاح بعدها إلى بازل السويسري في يونيو الماضي ليبدأ تجربة جديدة في عالم الاحتراف، ثم ساهم في صعود المنتخب الأولمبي لأولمبياد لندن 2012 وتألق خلال الأولمبياد وتمكن من إحراز 3 أهداف. لم تقتصر مشاركة صلاح فقط مع المنتخب الأولمبي، بل ساهم بشكل قوي في تصدر المنتخب المصري الأول لتصفيات كأس العالم بهدفه القاتل في مرمى غينيا في الوقت بدل الضائع من المباراة، وعاد ليواصل التألق مع نادي بازل وسجل 5 أهداف ما بين بطولة الدوري السويسري والكأس، وصنع 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والبطولات المحلية في سويسرا. وساهم النجم المصري بشكل قوي في صعود نادي بازل إلى دور ال 32 بالدوري الأوروبي ليواجه نادي دينابور الأوكراني، ويحتل بازل مع صلاح المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السويسري، وتلقبه الصحف السويسرية بالصامت نظرا لقلة تصريحاته رغم إجادته للغة الإنجليزية في الفترة الماضية، كما تلقبه الصحيفة الأوروبية ببيكاسو وبوليت إشارة للعداء الجامايكي الشهير أوسين بوليت أسرع رجل في العالم. وحصل صلاح على لقب أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2012، ووصف مسؤولي بازل حصوله على الجائزة في كلمتين: وجودك معنا فخر لنا. كما اختار الاتحاد الدولي هدفه في مرمى غينيا الأفضل في إفريقيا لعام 2012.